بالرغم ان اللي الراجل بيقوله ده اساطير، بس يمكن لو دورنا يفسر لنا اي حاجه من اللي هو بيقوله. يعني مثلا حكايه الايد اللي اتحولت ل100 ايد، وكل حته في جسمه اتحولت لمليون راجل، هي ممكن تكون قصه اسطوريه بس يكون ليها اصل واقعي. ازاي يعني؟ يعني بطولة حامد اللي هو بيحكي عنها ممكن تبقى ان حواليه ناس كتير كانت مؤمنة بيه. احنا الاساطير في تراثنا كده بنعبر عنها بشكل خيالي علشان تشد اللي بيسمع، لكن لو اللي بيسمع ده بقى مخ على قده هيمشي وراها كده زي ما هي. ايوه صح، عندك حق. انا حتى اول ما الراجل مشي سالت جدي على طول ايه التخاريف اللي الراجل بيقولها دي. قال لي يا ابني مش كل الحواديت زي ما احنا بنسمعها بالظبط، كل واحد فينا بيسمع له حدوته بينقلها للي بعده زي ده حته من خياله، ومن هنا بيحصل التهويل. يا سبحان الله، دي تاني مرة الاقي راكنة فيها. قلت انا ولا ما قلتش؟ انا بعد كده هاخدك معايا في كل مرة اركن فيها. بس بقول لك ايه، جدك ده حكايه، احنا لازم نبقى اصحاب. ده انت لو عرفك هتهيصوا سوا، اصله رغايه كده زيك بالظبط. انا رغايه؟ مستغربه مثلا؟ طبعا رغايه. هو هوايته ومتعته ان يحكي مع اي حد اي حاجه. ده كان ينزل الجامع مش عشان يصلي بس، عشان يصطاد زباين. ايه ده؟ والله زي ما بقول لك، كان ينزل صلاه العشاء يصطاد اي حد غريب عن البلد من اللي هم بيباتوا في الجوامع دول، يعزموا على العشاء والبيات، ولما يرجع بيه البيت تلاقي عينيه بتزغرط من الفرحه. ولما اساله مالك يا جدي فرحان كده ليه، يقعد يسب وينعم في بلدنا اللي ما بقاش فيها حد لا يعرف يحكي ولا يسمع. ده انا على كده انبسط معاه جدا. بس بهاتي قوالب سكر وانت جاي. ايه جدك حصان ولا ايه؟ لا مش حصان، مش حصان ولا حاجه، هو بس بيحب يشرب القهوه بالسكر، والدكاتره طبعا مانعينه من السكر، فلما كنت احب اخليه رايق احط له قالب سكر صغير في القهوه وهو قاعد مع ابويا وامي، فهو يقعد يشرب قدامهم القهوه كانه عيل صغير عامل من وراهم عامله. ده جدك ده رايق والله. رايق وطفل جدا. هتاكل احلى مكرونه بشاميل في حياتك. البفتيك ده عارفه، بس ده كتير قوي والله يا جماعه، تسلم ايديكم. بألف هنا. كل ما تتكسفش. يتكسف ليه بقى؟ البيت بيتك. كل وبحلى عينيك، اكله واتحسبت عليك. أنا عاوزاك تاكل براحتك، أنا زي مامتك. مساء الفل. لا هم قالوا لي ان خريطه المظاهرات هتنزل اخر الاسبوع. خلاص لما تنزل نتفق. ماشي، هعدي عليكم نروح سوا. أنت رايحة فين؟ سلام. رايحة فين؟ مش النهارده يا ماما، يوم 25 يناير في دعوات للنزول احتفالا بعيد الشرطه. وأنتوا من إمتى بتحتفلوا بعيد الشرطة؟ ده أنتوا طول الوقت عمال على بطال بتهاجموهم. لا ما احنا عايزين نقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ونوصل لهم رساله صغيره. أنت مش هتجيبيها البر. اوعى يا ابني تجر رجلك للكلام ده، أنت ابن ناس. وانا بنتي ان شاء الله. هو ابن ناس غلابة زي حالتنا، أما أنت فطال على أبوك الله يرحمه. هي بقى تبتدي تجيب سيرته من هنا ما بتبطلش كلام. وأنت إيه اللي تعبك؟ لو لقيتي راجل في ربع طيبته وحنيته كان زمانك عامله له مظاهره. جالك كلام؟ Watch it.